متابعيني الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نكمل بقيه حاجات العيد. النهارده هنعمل مع بعض الغريبه بطريقه سهله خالص، بمكونات سهله خالص، ما فيهاش اي تعقيدات. اول حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا عندي هنا نص كيلو من الدقيق، وعندي نص كوبايه سكر، نص كوبايه سكر او 100 جرام سكر، هي خلاص. وعندي 260 جرام من السمنه. الغريبه عشان تاخدوا نتيجه كويسه نعملها بسمنه مش بزبده ولا بسمنه بلدي. عشان تطلع ناعمه وكويسه لازم تكون سمنه. خلاص، دي سمنه روابي عاديه. 260 جرام، 100 جرام سكر، نص كيلو 500 جرام من الدقيق. خلاص، اول حاجه هي سهله خالص. هنجيب معانا طبق كده ونحط السكر والسمنه والدقيق ونضربهم على بعض. مفيش اسهل من كده. خلاص اهو، ده على ده. طبعا زي ما انتم شايفين السمنه عندي سايحه مش في التلاجة اهو. اسهل حاجه في حلويات العيد الغريبه، ولا بتاخد وقت ولا بتاخد سوا ولا بتاخد اي حاجه. 10 دقايق نكون عاملين كميه من الغريبه. خلاص اهو، هدوبهم بس كده عشان لو في تكتلات في السكر ولا حاجه. ولازم يا جماعه يكون السكر ناعم خالص. خلاص، ننزل بقى بالدقيق بتاعنا واحده واحده كده ونقلب. احتاجنا المضرب نشغل المضرب، اللي عنده عجان يشغل العجان، مفيش اي مشكله. خلاص، هي ما بتاخدش شغل كتير اهو. بصوا بالمعلقه خالص اهو، هنزل حبه حبه بالدقيق على السمنه بتاعتي اهو. بصوا شايفين في ثواني كاننا بنعمل كيكه بالظبط. سهله خالص، ما فيهاش اي تعقيدات. حبه حبه كده ونقلب. اشتغل بقى بايدي بقى كده اهو، هقلب كويس واعجنها كويس بايديا. خلاص اهي، لحد ما تبقى معايا عجينه متماسكه ولينه خالص. بصوا يا حبايب قلبي، انا كده خلصت عجينه الغريبه بتاعتي اهي. عايزه بقى اقول لكم على نصيحه انا بمشي عليها من زمان يعني. بنعمل اي معجنات ما نسويش على طول. بمعنى ايه ما نسويش على طول؟ انا مثلا عجنت الغريبه قبل ما اشتغل فيها باخد واحده او اتنين كده اجربها واحطها في الفرن في طبق المونيا كده اهو، او على البوتاجاز من فوق، سواء كحك سواء بسكوت سواء بيتي فور غريبه. اختبرها، اشوفها هتفرش، اشوفها هتطلع ناشفه هتطلع طريه. ليه؟ لان انا بيبقى عندي الكميه اهي ممكن تتعالج. مثلا لقيتها بتفرش هزود لها شويه دقيق، لقيتها مثلا طلعت ناشفه هزود لها شويه سمن. هقدر ان انا اعالجها بدل ما ابوظ الكميه كلها. والبسكوت نفس النظام. انا عندي دلوقتي هاخد اهو واحده من الغريبه اهو، قطعه واحده كده، وهكورها وهختبر السوا بتاعها اشوفها كويسه ولا لا. وبعد كده هكمل النتيجه. عندي هنا بقى طبعا التزويق زي ما انتوا عايزين. ده اللولو الصغير الفضي دوت، وعندنا كمان فستق ماشي، وعندنا كمان قرنفل. انا بحبها عن نفسي بالقرنفل، بتبقى حلوه جدا. احنا هنحط واحده دلوقتي من غير اي حاجه اهو، كوره اهي. خلاص، بنكورها بين ايدينا كوره وبنضغط عليها بصباعنا بس كده، بتبقى نفس الشكل ده. وهنحط التزويق بتاعنا بس بعد ما نختبرها نشوفها هتفرش معانا ولا لا. هدخلها بقى الفرن دلوقتي وهرجع اوريكم شكلها قبل ما اشتغل في نفس الكميه كلها. بصوا يا حبايب قلبي، انا اختبرتها الحمد لله اهي، نتيجتها كويسه جدا، ولا شققت معايا ولا فرشت ولا جرالها اي حاجه. هبدا بقى اشتغل في الكميه بتاعتي كلها واسويها على طول. خلاص، زي ما قلت لكم انا عندي العجينه اهو، هجيب وادي الفستق اهو. بس قسمت الواحده 2 عشان طبعا عارفين ان الفستق غالي. ممكن نحط سوداني، نحط زبيب، اي حاجه، بس الزبيب بيتلسع في الغريبه. خلاص، ممكن لوز اهي، نص فستقايه كده، وهنحطها كده وهوريكم الشكل النهائي برضو بعد ما اكورها كلها. هعمل معاكم كمان كام واحده. بصوا حبايبي اهو، ادي الصاج بتاعي اهو. خلاص، ننزل بقى كده. هاخد بقى كوره على قد ما نقدر. الغريبه البيتي فول كح الحاجات دي نعملها صغنطوطه. بصوا هترمي معانا كتير، وفي نفس الوقت بتبقى هي قطمه واحده. بكور كده بايديا كده حته عجينه صغيره، وفي الاخر بضغط عليها بصباعي كده. خلاص، ويا اما احط الحشوه بتاعتي زي ما قلت لكم، نص فستقايه اهي
كده عليها كده اهي خلاص، وهحطها في الايه في الصاج بتاعي. بعد ما بخلص الكميه اللي عندي بسوي على طول. دي لا هي ما بتخمرش ولا فيها خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. خلاص نعمل كمان واحده برضو اهي، حته عجينه اعملها كده بين صوابعي بين ايديا كده كوره اهي كده خلاص، واروح دايسه عليها كده اهو. احط برضو خرزه من اللولو بتاعي ده كده اهو خلاص اهي، واضغط عليها لتحت كده. بصوا اهي الكاميرا مش موضحاها كويس بس اهي خلاص. نعمل بقى كمان واحده بالقرنفل. القرنفل يا جماعه بيخليها طعمها حلو جدا، لان احنا عارفين القرنفل حلو اساسا من غير اي حاجه. خلاص هنعمل برضو واحده اهو كده كوره صغنطوطه كده اهي خلاص، وادوس عليها بصباعي كده وادوس بالمسمار بتاعي كده اهو خلاص. ادي القرنفليه اهي، تبقى شكلها كمان حلو جدا. خلاص هخلص بقى بقيه الكميه وارجع لكم.